تالت حاجه جلد الذات. اكبر غلطه بنقع فيها لما بنيجي نتعافى من الانفصال هي جلد الذات. اللي انا اقعد بقى مع نفسي واقول انا اصلا ازاي ادخل في علاقه زي دي. اتفضلي. لو خدنا قرار بعقلنا بس. لا طبعا. من غير قلبنا اصلا. قرار بالعقل يعني جمود. يعني ايه؟ جمود يعني مفيش مشاعر. اوكي بس لو خدنا قرار بقلبنا هنموت في 60 دقيقة، خدنا قرار بعقلنا. لا هو الموضوع نسبه وتناسب. يعني ايه؟ هو اول حاجه في الاختيار اساسا لازم يكون فيه قبول بيني وبين الشخص. في الانفصال لازم يكون بالعقل طبعا مش بالمشاعر. ساعه الانفصال لازم يكون بالعقل، عشان لو المشاعر ممكن المشاعر تقول لك كملي. ناس كتير جدا بتنفصل وبترجع تاني، تنفصل وبترجع تاني، ده مش بسبب عقلها، بسبب مشاعرها هي اللي مشغلاها، فبالتالي بيرجع تاني. تمام كده؟ فخلينا ندخل في ثالث حاجه وهي جلد الذات. جلد الذات دي ممكن الانسان يدخل في اكتئاب، في متلازمه كده اسمها متلازمه الحزن الشديد. متلازمه الحزن الشديد دي بسبب جلد الذات. فيجي بقى الانسان يقول لك انا واحد مش محبوب اساسا، انا اصلا ما اتحبش، هو سابني عشان انا ما اتحبش، هو سابني عشان انا وحشه، هو سابني عشان انا كنت بتعامل معاه وحش، اصلا انا ما حدش تاني يحبني، طب انا اصلا دخلت في العلاقه دي ليه، طب انا اصلا اتعاملت معاه ليه، طب وانا كنت ساكت على نفسي ليه. فابتدي اجلد ذاتي لغايه لما بوصل لمتلازمه الحزن الشديد دي. بعدها على طول بيحصل لي حاجه اسمها الادراك السلبي. ايه هو بقى الادراك السلبي ده؟ اللي انا اكون صوره سلبيه عن نفسي. فبيبقى عندي صوره سلبيه انا حطاها بقى، دخلت كده في عقلي عن نفسي، فانا شايف نفسي وحشه، وانا شايف نفسي مش مقبول، وانا شايف نفسي مرفوض مجتمعيا، وانا شايف نفسي ان انا فاشل في العلاقات، وانا شايف نفسي ان انا فاشل في حياتي. كل ده بسبب حته جلد الذات دي. فكونت صوره سلبيه عن نفسي. فلازم الانسان اول حاجه يعملها ان هو ما يجلدش ذاته في الحته دي بالذات، او في الانفصال او لحظه الانفصال. ما ينفعش انسان يجلد ذاته. لازم تتعامل مع نفسك بلطف، لازم تتكلم مع نفسك باسلوب كويس، لازم تقول ان انا غلطت وعادي جدا، الناس كلها بتغلط، فانا غلطت في الاختيار، فعادي ان انا يعني اصلح الغلطه دي واتعافى وادخل علاقه تانية. تمام كده؟ ده يعني هنتكلم في كل نقطه من دول بالتفصيل. والحاجه بقى الرابعه اللي اسوأ حاجه ممكن الانسان بيدخل فيها، او العقل بعد فتره من الانفصال بيبتدي يفتكر بقى ايه الحاجات الحلوه اللي كان الشخص ده بيعملها له. يعني ايه؟ حد اكيد معظم الناس اللي قاعده حست حته اللي بعد كده ما كنت غضبان من الشخص ده وعايز اولع فيه، انا بعد فتره هو ما بيتصلش بيا ليه يا جماعه؟ لا مش ما بيتصلش، هو ببدا بعد فتره بنفتكر اللي هو كان بيقول خلي بالك من نفسك، بالظبط كده، خدتي علاجك كذا، مش ان هو ما اتصلش ليه. ايوه ما ده بيخليني كان بيعملها اللي انا كنت ساعه غضبي ما كنتش فاكراها او شايفاها اصلا. بالظبط، ما هو ده بقى اللي بيخليني ان انا مستنيه يتصل، مستنيه يجي لي، مستنيه يكلمني. تمام؟ فالعقل بعد فتره من الانفصال اوتوماتيكلي كده بيبتدي يفتكر، بيبتدي يشوف الشخص ده بصوره ملائكيه، اللي ده يا جماعه ملاك، ده انا اللي وحش، انا اللي غلت الجبنه. ولا المميزات يعني بيشوفوا ملاك ولا بسترجع؟ بشوف الشخص ده ملاك، مش بشوف مميزاته كمان. لان انت بتبقى مشاعرك هي اللي غالبه عليكي ساعتها، فانت بتشوفي الشخص ده بصوره ملائكيه اللي هو ما فيهوش غلطه، وانا اللي غلطانه وانا اللي ما عرفتش. خلاص انا عرفت عيوبه وعرفت مميزاته وعرفت انا عيوبي اثناء العلاقه كانت ايه تمام يعني مش اوكي ماشي. بس انت اللي بيبقى غالب عليكي في الفتره دي او اللي انت شايفاه دلوقتي هي مميزاته، اللي انت حاطه صوره ملائكيه للشخص ده. تمام؟ فالصوره الملائكيه دي بتخليكي تندمي اصلا انت طلعتي من العلاقه، فده بيرجعك لنقطه صفر تاني. انا بلوم نفسي برضه ان انا كان ممكن اعمل كذا بجلد ذاتي، كان ممكن اعمل بالظبط كده. ما هو دي بقى اسمها فتره او اسمها فتره المساومه، اللي انا ابتدي اساوم نفسي. اللي هو ايه؟ ما هو انا لو كنت سكت كانت العلاقه مشيت، ما هو انا لو بعت له مسج مثلا كانت الدنيا مشيت، لو ما كنتش اتعصبت عليه، لو ما كنتش خدت قرار. فتبتدي ان انت تساومي نفسك. طب هو لو اتصل بيا ما انا ممكن اتكلم معاه كويس، اصل هو ممكن يتغير. طب ما انا ممكن اتغير انا كمان، ما عادي ونكمل في العلاقه. هي الفكره كلها انت اتغيرتي هو اتغير، انتوا كده كده كنتوا هتنفصلوا. فحته حته تكوين الصوره الملائكيه دي علاجها ان انا بعمل حاجه اسمها اعاده تقييم سلبيه. اعاده تقييم سلبيه. اعاده التقييم السلبيه دي معناها ايه؟ ان انا ببتدي اكتب سلبيات العلاقه
ببتدي اكتب سلبيات الشخص ده، ببتدي اكتب الاضرار النفسيه اللي الشخص ده وقعها عليا. يعني هنا كده هكتب سلبيات الشخص، تمام. هنا كده هكتب سلبيات العلاقه بقى ككل، وهنا الضرر النفسي. اصلا انا اتضريت نفسيا من العلاقه دي ازاي؟ اكيد كل واحد دخل علاقه خرج منها ما خرجش سليم، خرج متشحور، خرج متشرح نفسيا اساسا، تمام. فلما اكتب الحاجات دي عقلي هيبتدي يستوعب ان الشخص ده مش ملاك، فهيحصل بالانس جوايا بقى، هيحصل توازن. هبقى شايف الشخص ده كويس، بس ما هو لو كويس جدا انا ما كنتش سبته اصلا. وانا سبته ليه؟ انا سبته عشان هو بيعمل كذا 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 كذا. بس العقل مشكلته انه بيدخلنا في حته وحشه جدا، وهي ايه؟ وهي ان العقل لما بيتعود على حاجه، يعني مثلا اتعودت ان انا كل يوم اصحى على مورنينج مسج مثلا فيها انا بحبك ولا وحشتيني ولا اي كلام من الكلام ده، تمام كده. انا كل يوم متعود على كده. انا لو يوم صحيت مفيش المسج دي، فانا في حاجه غلط حصلت في الموضوع، هتلاقيني مش متزن نفسيا اصلا، تمام. فهبقى مش متزن نفسيا ليه؟ عشان عقلي اتعود. فالعقل لما بيتعود على حاجه، لما باجي اعيشه بقى في حاجه تانية بيبتدي ان هو يخاف، فيبتدي يفكرني بالشخص، يبتدي يفكرني بمميزاته، عايز يرجع للعيشه اللي كان عايشها. هي دي حته تكوين الصوره الملائكيه. فلازم عشان اقضي على حته تكوين الصوره الملائكيه دي، ودي على فكره لب موضوع التعافي. يعني لو عرفت اعمل اعاده تقييم سلبيه كويس وعملتها كل يوم وباستمرار، وكل ما الشخص ده يجي في دماغي اعمل اعاده التقييم السلبيه دي، صدقيني انت ممكن تتعافي اصلا من غير ما تعملي اي حاجه. يعني هتتعافي لانك هتشوفي الشخص ده، انا هشوفه شخص وحش فانا هزعل عليه ليه؟ بعد ما اعمل بقى حته التعافي دي، حد بيعمل كده؟ حد جرب يعمل كده؟ ايه؟ عملت كده وبقيت ناجحه جدا في خلال شهرين بس. ده وقت قياسي والله العظيم، شهرين ده ما شاء الله. لا ده انت جبروت كده. ده في ناس تقعد سنين في التعافي اصلا. بعد ما اعمل كده هكتب شعوري بعد ما عملت اعاده التقييم السلبيه دي. شعوري بقى عامل ازاي؟ هل شعوري اتحسن؟ فانا كده بدي مؤشرات لعقلي ان انا لما بعمل اعاده التقييم السلبيه انا شعوري بيكون كويس. فلما اجي افتكر ايجابيات الشخص ده، لما اجي اشوف الشخص ده في حته، لما اجي اقعد في مكان مثلا كنا بنقعد فيه انا والشخص ده، لو عملت اعاده تقييم سلبيه فانا هحس ان انا شعوري كويس، لان هحس ان انا خدت قرار صح. العقل لما بيقتنع ان هو اخد قرار صح بيرتاح. لكن انا عقلي دايما بيوديني لحته ان انت خدتي قرار غلط، بيوديني لحته ان احنا كان في لسه في العلاقه باقي، احنا ما خلصناش العلاقه لسه حلوه وشغاله. ممكن شويه بسيطه برضه والنهايه واحده، هننفصل ولا ننفصل؟ هترجعي بصي، العلاقه اصلا طالما دخل فيها حته الانفصال ففي شرخ كبير جدا حصل في العلاقه، وقليل قوي اللي بيعرف يصلح الشرخ ده. عشان تبقي عارفه يعني صعب جدا انتي انفصلتي عن شخص والسبب كبير. في ناس بترجع على فكره، وفي ناس بترجع احسن من الاول، بس قليل. لان العلاقه هي اصلا لو كويسه ليه الشخص هيمشي؟ طب انت واحد كويس وابن ناس وجميل يا عم وحلو ومفيش منك اتنين، مشيت ليه؟ انفصلنا ليه؟ سيبنا بعض ليه؟ اكيد في خلل. الخلل ده ممكن يكون على فكره مش لازم يكون شخصيه مؤذيه، عشان احنا برضو بنقع في مشكله كبيره جدا. كلمه شخصيه مؤذيه، كلمه علاقه مؤذيه، كلمه شخصيه نرجسيه، كلمه شخصيه نرجسيه، كلمه شخصيه سيكوباتيه. الكلمات دي بقت كلمات مستهلكه في المجتمع بطريقه مش طبيعيه، والسبب السوشيال ميديا. فبقى اي حد دلوقتي لو جوزك زعقلك، انا جوزي ده سام. والله لو جوزك مثلا كلمك كلمتين مثلا ولا انتقدك في حاجه، ده شخصيه نرجسيه بنت 60 في 70 وما ينفعش اعيش معاه. تيجي تحكي لواحده صاحبتك مثلا ده جوزي عمل معايا، ده شخصيه سامه، انت ازاي عايشه معاه؟ اللي هو والله العظيم بقينا بنوسم العلاقات وبنشخص الناس واحنا اصلا ما عندناش اي ادراك للموضوع. الناس دي ليها ناس بتخصص او بتشخص الحالات دي. يعني العلاقه السامه دي مش اي حد ماشي في الشارع كده يقول علاقه سامه. احنا قاعدين نحط مصطلحات بمزاجنا. قسما بالله العظيم انا بيجي لي واحده تقول لي انا جوزي شخصيه سامه، وفي الاخر بتطلع هي الشخصيه السامه. يعني ده مش طبيعي والله العظيم. فكل الناس دلوقتي، واكتر ناس بتشوف الناس شخصيات سامه هي الشخصيات السامه، واكتر ناس بتشوف الناس النرجسيه هي الشخصيات النرجسيه. يعني اكتر واحد في المجتمع بيشوف الناس عندها اضطراب نفسي وبيشوف الناس دي كلها تعبانين نفسيا وناس سليم
هو الشخص اصلا نرجسي. شايف الناس طول الوقت ملائكيه. ما هو ده برضه عنده خلل في التفكير، يعني ده برضه عنده خلل في التفكير. ما هو لازم يكون في توازن، اللي انا ولا اشوف الناس ملاك قوي ولا اشوف الناس يعني ناس سامه قوي، ما ينفعش. تمام. فالكلام ده بقى كلام مستهلك. المفروض اصلا الشخص اللي يقول على علاقه سامه ده شخص متخصص، الشخص اللي يقول على شخص نرجسي ده شخص متخصص ودارس وعارف يعني ايه نرجسيه، لان في الحقيقه كلنا اصلا نرجسيين وكلنا فينا طباع النرجسي. بس هو ايه الفرق ما بين الشخص النرجسي الصحي والنرجسيه اللي مش صحيه؟ النرجسيه الصحيه هي ان انا بعتز بنفسي وبحبها بس مش باذي حد. الشخص اللي بيوصل لاضطراب في الشخصيه النرجسيه بقى ده الشخص اللي بيأذي الناس اللي حواليه. انا ماشي بشرح في الناس مجتمعيا، بشرح في اصحابي، بشرح في مراتي، بشرح في اهلي. تمام. انا بيجي لي والله العظيم بنات يمكن ابوهم اصلا نرجسي، بتيجي تقول لي انا ابويا شخص نرجسي. تخيل انت واحده بقى عايشه مع ابوها اللي هي ما تقدرش تنفصل عنه وهو نرجسي. فالكلمات دي لازم ان احنا بجد يعني نسيبها بقى على جنب كده. لما اجي ابص في العلاقه ما ابصش الشخص ده نرجسي ولا مش نرجسي. في مشكله تانية بتقع معانا، بنعمل حاجه اسمها اضطراب الشخصيه التجنبيه. يعني ايه؟ عارفين الاغنيه بتاعت انا خاصمت الشوارع اللي مشينا فيها مش عارف عشان ايه والكلام ده؟ فاحنا بنخاصم اي حاجه كنا بنعملها مع الشخص ده، وده غلط جدا لان الذكريات بتكون موجوده. فانا مجرد ما ارجع للمكان ده بعد بقى ما افكر ان انا اتعافيت، برجع اقعد في المكان ده، انا ممكن ارجع لنقطه صفر تاني لان ما عالجتش الحته دي. في ذكريات هنا ما اتعالجتش، في شخص هنا كنت بقعد معاه، الشخص ده انا لما اجي هفتكره. فدي اسمها اضطراب الشخصيه التجنبيه. دي بتحصل لمعظم الناس اللي بتتعافى اصلا من الام الانفصال. هي اضطراب الشخصيه التجنبيه دي اللي انا اخاصم اي حاجه كنت بعملها مع الشخص ده، وده غلط جدا. يعني مثلا كده كان عندي حد كان خلاص اللي هو قعد يتابع معايا لغايه لما اتعافى تماما، تمام، ومبقاش يفتكر الشخص ده، بس ما كانش بيروح الاماكن اللي كان بيروح معاها مع الشخص ده. اول ما الشخص ده راح مثلا المكان اللي كانوا بيقعدوا فيه، لقيته رجع لنقطه صفر تاني. لقيته رجع بيقول لي انا ما اتعافتش. كده ان انا اتعامل مع كل الاماكن اللي فيها ذكريات من اول بالظبط كده. بس اعمل ايه بقى؟ اعمل مش كل الاماكن طبعا، بس في مثلا اماكن معظم الاماكن الانسان بيخاف يروحها. معظم الاماكن، معظم الشوارع بالظبط. يعني. فانا امشي في الشوارع دي واروح الاماكن دي بس اكون ذكريات جديده. يعني مثلا بدل ما كنت بروح معاه، لا انا اروح مع ناس صحابي واقعد اهزر واضحك في المكان وما اجيبش سيرته. في الاول بترفضيه، بس بعد كده الذكريات دي بتتكون في المكان، فبتكوني ذكريات جديده. فلما تيجي تقعدي في المكان انت عندك ذكريات جديده تفتكريها في المكان ده، مع الوقت بتلاقي نفسك اتعودتي. العقل على ما تعوديه. يعني مثلا لو حضرتك كده قلتي عليا ده شخصيه معفنه، ده شخصيه سامه، ده شخصيه سامه، عقلك هيقتنع ان انا شخصيه سامه. انت هتشوفيني اصلا هتلاقي نفسك بتلفي. ليه؟ قررتي الموضوع على عقلك. فالموضوع كله موضوع تكرار. يعني عاده التقييم السلبيه دي هي تكرار، انا بقنع عقلي بيها لان انا عقلي مقتنع ان الشخص ده كويس، لان عشت معاه ذكريات حلوه، لان عقلي كان بيفرز معاه هرمونات سعاده كتير جدا. فانا الشخص ده بالنسبه لي كويس. فلما اعمل اعاده التقييم السلبيه انا بقنع عقلي ان الشخص ده فيه مشكله، الشخص ده لا، الشخص ده سلبي، عشان كده سبته. تمام كده. فالعقل لما بتكرري عليه الموضوع ده الموضوع بيختلف. فحته اضطراب الشخصيه التجنبيه دي علاجها يعني علاجها الصح اللي احنا لازم نروح المكان نجدد فيه ذكرياتنا. يعني مثلا كان في كافيه مثلا انا كنت بحب واحده كنت مرتبط بيها، وكان في كافيه بنروحه على طول انا وهي بس، ما كنتش باخد اي حد معايا، مع ان دي حاجه غلط بس اوكي كنت بعمل كده. فانا كل ما اعدي من قدام الكافيه ده انا افتكرها ازعل، ممكن اقعد يومين ثلاثه في اكتئاب بسبب الكافيه ده، بسبب المكان ده. فبقيت اعمل ايه؟ بقيت اخد صحابي واروح اقعد في الكافيه ده ونضحك ونهزر. بعدها باسبوع او اسبوعين انا بقيت بقعد في الكافيه لوحدي وما بحسش باي حاجه. ليه؟ بنيت ذكريات جديده. لما ببني ذكريات جديده الموضوع بيختلف معايا. نعم. لو بنروح الاماكن عادي بس مش مع حد لوحدنا. بصي هو مع حد بيفضل علشان خاطر تعرفي تخرجي، لان انت لو لوحدك هتبتدي ان انت تفتكري غصب عنك. ما هي دي النقطه اللي احنا رايحين لها الرابعه. يعني انت بتفتكري ولا مش بتفتكري؟ مش بتفتكري؟ انت كنت بتحبيه اصلا؟ كنت في العلاقه اساسا ولا كنتش في العلاقه؟ لا بس قاعده جديد خلاص يعني مش فروحتي فلا مثلا بروح من الاول عادي. بتروحي لوحدك ايه؟ يعني بعمل معاه اللي هو انا مش عايزه اروح فبروح. واتعودتي على كده كويس جدا. ما هي الفكره كلها على فكره في ان انت تعاندي مع نفسك وتكرري الموضوع. في ناس بتضعف، في ناس مش، يعني علماء النفس لما جم شبهوا الحب اصلا او التعلق بقى شبهوه بالادمان. هو ايه الفرق ما ونفس الهرمونات اللي الشخص المدمن ده بيفرزها هي الهرمونات اللي الشخص اللي في علاقه بيفرزها. الاثنين واحد.
ونفس لما بتيجي تنفصلي او لما بتيجي تتعافي، نفس التغيرات اللي بتحصل في مخ الشخص المدمن وهو بيتعافى هي اللي بتحصل للشخص اللي بيتعافى من الام الانفصال. لان هي الهرمونات. وفي على فكره دراسات كتير معموله كده، وفي حاجات كتير جدا وابحاث كتير جدا اتعملت على الموضوع ده، ان الادمان بيساوي تعلق. لان هو معنى كلمه ادمان ان انا متعلق بقى بشيء، متعلق بشخص، انا اسير حاجه. بالظبط كده. فحابس نفسي هنا كده، انا حابس نفسي هنا، انا ده تمام كده، انا مش عارف اطلع من هنا، ولو طلعت من هنا كده ممكن اقع على الارض اموت. انا في دماغي كده، اتعودت على كده. الشخص ده هو مصدر السعاده الوحيد بالنسبه لي. لو انا وصلت نفسي ان الشخص اللي معايا في العلاقه هو مصدر السعاده الوحيد بالنسبه لي، فانا كده باذي نفسي. حتى لو الشخص ده جميل، حتى لو العلاقه دي جميله، حتى لو العلاقه دي مستمره بقالها 100 سنه، لو الشخص ده الوحيد مصدر السعاده بالنسبه لي، فانا باذي نفسي. باذي نفسي ليه؟ علشان الشخص ده مش مضمون اساسا. لو مضمون هو حي، مش مضمون حياته اساسا. مفيش حاجه في الدنيا مضمونه. اللي معاكي دلوقتي ممكن ما يبقاش معاكي بكره غصب عنك، مش برضاكي. فلوسك، اهلك، صحابك، الشخص اللي معاكي في العلاقه كلهم مش موجودين. التعلق الوحيد لازم يكون بربنا سبحانه وتعالى، مش باي شخص في الدنيا. فهي دي الفكره كلها. فكره في التعلق مؤذي جدا، والشخص اللي بيتعلق بيأذي نفسه. فلازم نتعامل مع نفسنا في العلاقه على اساس ان انا شريك حياتي ده جزء من حياتي، مش حياتي كلها. حياتي كلها دي فيها حاجات تانية بعيش فيها وبزعل فيها بس ستيل جزء برضو. لو مشي في جزء من حياتي هيفضل، مش حياتي كلها هتفضل. لو وصلت لمرحلة ان انا حياتي كلها فضيت، فانا كده بأذي نفسي، انا كده بتعلق. تمام كده؟ فدي حاجة مهمة جدا.